نظمت نهار اليوم جمعية جابر بن حيان بالتنسيق مع شركة سوبرا للنقل البري حملة للتبرع بالدم تحت الإشراف التقني لمصلحة حقن الدم لمستشفى بن زرجة. ومنذ صبيحة اليوم والمتبرعون مسافرون يتوافدون على شاحنة التبرع بالدم، وهذا تزامنا بالاحتفالات المخلدة للذكرى 63 لاستقلال الجزائر. دائما جمعية جابر بن حيان تغتنم هذه الفرص لتجعل منها شحنة إضافية لصالح المرضى، كون في فصل الصيف يتزايد الطلب على هذه المادة الحيوية وهي الدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنا بالمحطة البرية لنقل المسافرين نحن متواجدون في هذه حملة التبرع بالدم، ودائما بهذه المناسبة ومناسبة الاحتفال بالذكرى 63 للاستقلال معايا الأخ الهواري سيجيب على بعض الأسئلة، ونتواصل بعد ذلك مع المتبرعين بالدم في هذه المحطة، محطة النقل البري لمدينة عين تمشنت. يقول خير بيديك ولقين جماعة تاني نوضيهم. محطة الشهيد محمد يا صاحبتك راه يا صاحبتك هيا انا اللي كاع اللي خدت هواري هواري نعم الهواري، نحن في هذه الأجواء الاحتفالية بالذكرى 63 للاستقلال، والجمعية كعادتها تغتنم هذه الفرص لتنظيم حملات التبرع بالدم لفائدة المرضى. احنا متواجدون بالمحطة البرية الشهيد محمد يخلف بلوفة، ومع الصديق والزميل مدير المحطة الأخ عمر. بهذه المناسبة واش تهوى الرسالة اللي ترسلها لكل جزائري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما وفي إطار هذه العملية التحسيسية التوعوية التي تنظمها هذه الجمعية المباركة جمعية جابر بن حيان للتبرع بالدم مع الشركاء الفاعلين كالمؤسسة الاستشفائية الدكتور بن زرجب وشؤون الدين والأوقاف. احنا رانا اليوم دائما في إطار كأخو كذلك في إطار كذلك الذكرى 63 لإعلان الاستقلال والشباب، لأننا نتمنوا هذا المجهود وكذلك نعطي هذه القيمة المضافة كذلك لهذا العمل املا باش نبعثوا الامل في قلوب المرضى اللي هم متوجهين على كافه المستشفيات. احنا دائما شعارنا الهادف دائما نقروه في كتاب الله تبارك وتعالى: ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. اذا الجمعيه المباركه شتنا ولا ما شتناش؟ الجمعيه المباركه ربي يسهل عليكم وربي يعاونكم ان شاء الله. ايوه وانت ما تقلعش؟ لا ما عنديش انا في السيور. كي داير ما عندكش تبارك الله؟ راكم تشوفوا الجهن. وراكم عشان انا نمشي في بلاصتك. لا لا خويا رانا هنا. هيا رانا هنا. هيا صح. اسمع راك ديريكت غاديين يفيقوا غاديين يفيقوا بك صحاب تمشنت. الهواري يناقش الشاب ربما يقنعه
بعملية تبرع بالدم، وإحنا دائما في نطاق تبرع بالدم نحاول أن ندفع المواطن لكي يتبرع بدمه. واش نجمت ولا ما نجمت نجي نعاونك؟ نجي نعاونك ولا ما يشقاش؟ دائما نواصل. إذا دائما وفي إطار هذه الحملات التحسيسية التوعوية نحن متواجدين على مستوى المحطة البرية، وهكا دعوة اللي دعانا أخونا الأستاذ مدير المحطة بلال عمر. فنحن نشوفوا في بداية الوصول تاعنا كان هناك إقبال كبير، وما زلنا متواجدين على مستوى هذه المحطة البرية باش يكون كذلك إقبال وقبيل جدا، خاطر الشباب، لأن الشباب هو منحة العطاء، الشباب هو العنفوان. إذا ما تنسوش كذلك اللي راهم خوتنا، راهم في المرضى في كافة المستويات، راهم يعانوا، احنا رانا بصحة جيدة، ربي إن شاء الله يعطينا صحة جيدة لنا وللجميع، وربي إن شاء الله يثبتنا ويثبت الأجر إن شاء الله يا رب العالمين. راه معايا كذلك خويا سي عبد الكريم، هذا الناشط وهذا كذلك الحيوي والديناميكي الذي دائما يسعى إلى الخير من خلال هذا العمل التحسيسي التوعوي إن شاء الله. إذا مرة أخرى جمعية جبل المحيط للتبرع بالدم تضرب لكم موعدا إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله مع الشركاء والفاعلين، حتى نكون إن شاء الله نعطي قيمة مضافة للمجتمع، وكذلك نكون شر مفاتيح الخير مغاليق على الشر. ربي قال في الكريم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إن شاء الله نكون إن شاء الله في الواجهة في المقدمة إن شاء الله، وربي يثبتنا ويثبت الجميع ويعطينا خير الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا الأخ هواري. معايا الأخ سي عبد الكريم. قال لي الهواري مشيت من الجهة الأخرى، كاش ما تجيب لنا متبرعين؟ ان شاء الله. ايوا رانا هنايا وغادي نجيبوا المتبرعين، والحمد لله الحيه مليحه، راه تمشى غايه، والصباح قلعت مليح. المواطنين راهم يجوا، راهم يلبوا الطلب نتاعنا، وراهم الحيه مليحه راه. وان شاء الله نزيدوا نطوروا لهذه الجمعيه ان شاء الله. لازم نطوروها. احنا كي قال لك كيكونوا رجال سهل الحال. ايوا لازم، والمجتمع راه يعاوننا ذلك، لازم راه ماد اليد العون. لازم وباش نعاونوا هذا المرضى، ونعاونوا خاصة المرضى مساكين، ولي زاكسيدون راهم بزاف، اكزاكتوم كوارث راهم بزاف. لا لازم احنا نكونوا الطلب على الدم كثير بزاف. ونشكركم. نشكروا احنا، نشكروا كاع المواطنين تاع الساكنه تاع البلاد، ويحيى الجزائر وجماعه المصلحه تاع حقن الدم ثاني. نشكروا بلال، نشكروا ثاني. شكون بلال؟ بلال تاع السقران. ايوا عمر. نشكروه على. راك تشوف شحال الناس يدخلوا للمحطه، وكون كاع هادو يفوتوا للشاحنه تاع التبرع بالدم، يكون عندك اكتفاء. رانا كاين فلاحه اليوم من الدنيا، كاين فلاحه، كاين الحصاد، كاين فلاحه ما يدخلوا القمح، حنا ندخلوا الدم. خلاص خلاص. الله يجعل في ميزان الحسنات ان شاء الله. ان شاء الله. كنا على المباشر بالمحطه، وكان معنا الاخ عبد الكريم، ناشط جمعوي يمثل بلديه غلال، والاخ هواري، وبالطبع الدكتور اغا، ولو ان الدكتور اغا جاء متاخر لاسباب خاصه، لكن المهم انه موجود في هذه الصبيحه، وان شاء الله تتواصل عمليات التبرع بالدم وتكون الحصيله كثيره ان شاء الله لفائده مرضى مستشفى بن زرجب. شكرا.